يسعد أوقاتكم يا رب. بسوي معاكم مغربية بطريقة جدا سهلة ولذيذة، أكلة لبنانية شتوية. هي تشبه المفتول لكن حباتها أكبر شوي. طريقتها مرة سهلة. أول خطوة قلبت الدجاج مع شوي زيت زيتون أو زبدة، وأضفت عليها قرفة، وأضفت البصل. ممكن تضيفوا حبات البصل الصغار بس ما كان متوفر عندي، اللي تحبوه. بعدين أضفت ماء مغلي وباقي المطيبات. هنا أضفت خضرة، أنا زودت بالطريقة الخضار مشكل عشان الفايدة. أضفت فلفل أسود، 7 بهارات، كركم، وأضفت الملح. وبعد ما يستوي هنا نجهز المغربية. قلبت المغربية بشوية زبدة أو زيت زيتون، بعدين أضفت عليها ماء مغلي، ممكن تضيفوا ماء سلق الدجاج، وتركتها تقريبا 10 دقايق وصفيتها. هنا أجهز بقدر ثاني زبدة أو زيت زيتون. قلبت البصل، ممكن البصل حباته صغار، وحطيت حمص حاب. وهنا بهارات مشكلة، 7 بهارات، كركم، كراوية، فلفل أسود، وكمون. وبعدين أضفت عليهم مرق الدجاج، والدجاج نشيل منه العظم عشان بنحطه فوق اللي سويناه قبل شوي. وأضفت عليهم المغربية اللي صفيناها. نتركها تتسبك لين ما تستوي. بكذا صارت جاهزة. نقدمها على جنب بصحن، وجنبها مرقة الدجاج مع الخضار. كذا صارت جاهزة، وبالعافية.